ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا معاكم يوسف. في الفيديو ده هنشرح ازاي نضيف الدارك مود واللايت مود في اي تطبيق فلاتر. علشان نفعل اللايت مود والدارك مود في اي تطبيق فلاتر هنحتاج اكتر من حاجه. اولا محتاجين ويدجت، بحيث ان لما اليوزر او مستخدم التطبيق يتفاعل مع الويدجت دي التطبيق يتغير ما بين اللايت والدارك مودز. تاني حاجه محتاجينها وهي الستيت مانجمنت، بحيث ان التطبيق يقدر يتنبه بالتغيير اللي بيحصل عن طريق اليوزر ويغير من الحاله بتاعته ما بين اللايت والدارك مودز. وفي الفيديو ده هنستخدم الفلاتر كيوبيت. اخر حاجه وهي اللوكال كاش، بحيث ان التطبيق يفضل على نفس المود اللي اختاره اليوزر سواء كان اللايت او الدارك لما يخرج من التطبيق ويرجع له تاني. وفي الفيديو ده هنستخدم الشيرد بريفرنسز. اول حاجه هننشئ كاستم ويدجت. هنا عندنا مشروع فلاتر عباره عن صفحه واحده. جوه فولدر الويدجتس هننشئ ملف دارت جديد باسم لايت دارك مود ويدجت، ونضيف جواها الستيتلس ويدجت ونستدعيها جوه الصفحه. بعد كده هنرجع تاني للويدجت ونبتدي نعدل فيها. هنستخدم الايكون بوتون ويدجت وهنضيف لها الكول باك فانكشن والايكون ونحذف الكونست، وهنضيف ايكون الدارك مود دلوقتي بشكل مبدئي ونعمل كنترول سيف وهتظهر معانا على الصفحة، ونغير بس حجمها علشان نشوفها بشكل أوضح. وبكده نكون خلصنا الخطوة الأولى. تاني حاجة هنضيف الفلاتر بلوك باكج علشان نقدر نستخدم الكيوبيت ستيت مانجمنت. هنفتح تيرمينال جديدة ونكتب فلاتر باب اد فلاتر بلوك، وبعد كده فلاتر باب جيت، وننشئ فولدر جديد على نفس مستوى فولدرات البيجز والويدجتس باسم المانجر، وننشئ جواه ملفين، ملف باسم السيتنجز كيوبيت وملف باسم السيتنجز ستيتس. اول حاجه هنضيف الستيتس جوه ملف الستيتس، وستيت خاصه باللايت مود وواحده تانية خاصه بالدارك مود. وبعد كده نضيف الكيوبيت ونبتدي نضيفه جوه الويدجت تري. فوق الماتيريال اب ويدجت هنبتدي نضيف البلوك بروفايدر، والبلوك بيلدر فوق الماتيريال اب، وكمان الكاستم ويدجت بتاعتنا. ودلوقتي هنحتاج نضيف اللوكال كاش. هنكتب في التيرمينال فلاتر باب اد شيرد بريفرنسز وبعد كده فلاتر باب جيت، وننشئ فولدر جوه المشروع باسم الميثودز، جواه ملف دارت باسم سيم ميثودز، وننشئ ابستراكت كلاس باسم سيم ميثودز. اول ميثود عندنا وهي الجيت ديفايس سيم، علشان نقدر نعرف هل الجهاز شغال على السيم لايت او دارك، ولو هو دارك هتعمل ريتيرن بترو عن طريق الكونديشن دي. تاني ميثود هنحفظ فيها قيمة البول الناتج عن أول ميثود باسم save theme، وهتحتاج لبارامتر اسمه isDark، وهي من نوع future، وهننشئ فيها instance من الشيرد preferences. ونعمل سيف عن طريق setBool ميثود اللي موجودة في الشيرد preferences، ونضيف ليها constant key والقيمة اللي جاية من البارامتر. اخر ميثود وهي الايز دارك مود، بحيث اننا نقدر نسترجع القيمه من اللوكال كاش من نوع فيوتشر بول عن طريق الجيت بول والكي.
وفي حالة إن مفيش قيمة متخزنة قبل كده جوه الكاش هنستخدم الجيت ديفايس سيم بحيث إنه يستخدم المود الأساسي اللي عليه الجهاز، وهنخلي كل الميثودز ستاتيك بحيث إننا نقدر نستدعيها من اسم الكلاس على طول. هنرجع تاني جوه الكيوبيت وننشئ متغير باسم isDark وقيمته الأولية بترو، وبعد كده هننشئ ميثود باسم getSeam من نوع future ونضيف القيمة اللي في الكاش لإisDark. وفي حالة إن isDark بترو هنعمل emit للدارك مود ستيت، ولو فولس هنعمل emit لللايت مود ستيت. تاني ميثود وهي اللي change theme. هنضيف فيها القيمة الجديدة للثيم جوه متغير isDark وكمان نحفظه في الكاش، ونعمل emit للستيت الجديدة. جوه الميثودز فولدر هننشئ ملف جديد اسمه theme manager. هننشئ 2 ميثودز من نوع theme data، واحدة للدارك والتانية لللايت، وهتعمل return للثيم داتا، وهنستخدم .copy with علشان نقدر نعدل في كل مود، وننشئ ميثود باسم getAppTheme وهتعمل return للثيم داتا، ونضيف ليها بارامتر باسم isDarkMode، ولو دارك هتعمل ريتيرن الميثود الدارك مود، ولو لايت هتعمل ريتيرن الميثود اللايت مود. اخر حاجه هنعملها وهي اننا نستخدم الميثودز دي جوه الماتيريال اب. اول ما التطبيق يشتغل هنستدعي الجيت سيم اللي جوه الكيوبيت عن طريق الكاسكيد اوبريتور، ونضيف الثيم اتريبيوت جوه الماتيريال اب، وبناء على قيمه الاسدارك اللي جوه الكيوبيت هنستخدم الجيت اب سيم اللي جوه الثيم مانجر، وكمان هنستخدمها جوه الكاستم ويدجت. في حالة ان اليوزر داس على بوتون هنستدعي اللي تشينج سيم اللي جوه الكيوبيت ونضيف ليها isDark. بعد كده هنغير الايكون على حسب isDark عن طريق الانلاين اف ستيتمنت. وطبعا هنحتاج نعمل ريستارت للتطبيق كله علشان الباكجز اللي ضفناها للمشروع. أول مرة التطبيق فيها هيشتغل هياخد المود عن طريق الجهاز، ولو المستخدم غير المود هيفضل التطبيق على نفس المود اللي اختاره اليوزر. الفيديو ده برعاية اشتراكك في القناة، وممكن نفعل زرار الجرس علشان يوصل لينا أي فيديو جديد ينزل على القناة. هنلاقي عندنا أكتر من بلاي ليست، منها للكورسات ومنها للبرامج وكمان عن التحديثات، وكمان الكوميونتي اللي بينزل عليها أسئلة وحاجات تانية مفيدة. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك، وأي مصدر أنا ذكرته جوه الفيديو هنقدر نوصل له عن طريق وصف الفيديو، ودايما الكومنتات موجودة نقدر نتناقش فيها مع بعض أو نرد على أي أسئلة خاصة بمحتوى الفيديو. سلام.